أهلا بكم معانا في استكشاف جديد للمصادر اللي بتشاركوها. النهاردة هنغوص شوية في أفكار كتاب بريانا ويست الجبل هو أنت. الفكرة الأساسية فيه يعني ممكن تكون صدمة شوية، إن أكبر عقبة بتقف في طريق أي حد فينا غالباً بتبقى جواه هو. بالظبط كده. والمدهش كمان في الكتاب ده إنه بيقدم وجهة نظر مختلفة، يعني مش تقليدية خالص عن فكرة تخريب الذات. مش بيشوفها ضعف أو كره للنفس، لأ، بيقول إنها غالباً بتكون طريقة اللاوعي بيستخدمها. طريقة لإيه بالظبط؟ طريقة عشان يلبي احتياجات دفينة، حاجات إحنا مش واخدين بالنا منها أصلاً، أو يمكن عشان يحمينا من حاجة بنخاف منها، حتى لو الحاجة دي هي نفسها النجاح أو التغيير الإيجابي. دي نقطة مثيرة قوي للاهتمام فعلاً. يعني ممكن السلوكيات اللي بنشوفها بتدمر حياتنا أو بتعطلنا تكون مصممة بذكاء خفي. بالظبط، كأنها آلية دفاعية، بس الواجهة بتاعتها سلبية أو بتشتغل ضد مصلحتنا الظاهرية. طب خلينا نحاول نفهم ده أكتر، إزاي ده بيحصل؟ تمام. بصي، أول خطوة هي إننا نفهم الجذور، الأسباب الحقيقية ورا السلوك ده. ممكن تكون مخاوف تبقى لنا مش منطقية خالص، زي مثلا الخوف من النجاح نفسه. الخوف من النجاح؟ ده غريب شوية. ممكن حد يخاف ينجح عشان النجاح ده هيعرضه لنقد أكتر، أو حسد، أو مسؤوليات هو مش قدها أو بيتهيأ له إنه مش قدها. أو ممكن نكون ربطنا يعني بشكل لاواعي بين هدف معين زي الفلوس مثلا وبين فكرة سلبية، زي إيه مثلا؟ زي فكرة إن الفلوس بتغير الناس، أو الناس الأغنياء دول وحشين، فاللاواعي يروح موقفك قبل ما توصل للفلوس دي عشان يحميك. ياه. وممكن كمان زي ما الكتاب بيقول تكون مجرد مقاومة للي مش عارفينه، اللي مش متعودين عليه. أكيد. الكاتبة بتتكلم عن مفهوم مهم قوي اسمه الحد الأعلى للسعادة. الحد الأعلى للسعادة؟ آه يعني كل واحد فينا عنده زي ترموستات داخلي كده للسعادة أو للرضا، مستوى معين بنقدر نستحمله ونحس إنه طبيعي. الغريب بقى إننا لما ساعات بنعدي المستوى ده ونحس بفرحة كبيرة أو نجاح كبير، بنبدأ لا شعوريا نعمل حاجات ترجعنا تاني لمنطقتنا المألوفة، حتى لو المنطقة دي أقل سعادة. حتى لو أقل سعادة. المهم إنها مألوفة ومريحة، كأننا بنقاوم التغيير للأحسن لمجرد إنه غريب علينا أو جديد. طيب وإيه العلامات الواضحة قوي للموضوع ده؟ يعني إزاي الواحد يعرف إنه بيعمل كده في نفسه؟ الكتاب بيشير لكذا علامة شائعة جدا، منها مثلا المقاومة الشديدة إنك تبدأ مشروع جديد أنت عارف إنه مفيد ليك. التسويف يعني وكده؟ أيوة، تسويف ومماطلة ومقاومة داخلية. أو الكمالية الزايدة عن اللزوم، اللي هو لازم كل حاجة تبقى بيرفكت لدرجة إنك ما بتعملش حاجة خالص أصلا. أوه، دي منتشرة قوي. جدا. أو إن الواحد يفضل مشغول طول الوقت بحاجات مش مهمة عشان يهرب من إنه يواجه نفسه أو يشتغل على أهدافه الحقيقية. أو حتى، ودي نقطة مهمة، الحكم المستمر على الناس الناجحة. لما بنعمل كده إحنا بنخلق حاجز نفسي جوانا بيمنعنا نوصل لنجاحهم ده. طيب، فهمنا المشكلة وجذورها وعلاماتها. الحل بقى، هل في وصفة سحرية؟ يا ريت، بس الكاتبة بتقول لأ. التغيير الحقيقي مش بيجي في لحظة إلهام مفاجأة أو تجلي كده، هو بيحصل بخطوات صغيرة لكن مستمرة كل يوم. هي بتسميها التحولات الصغيرة، المايكرو شيفتس. خطوات صغيرة مستمرة. بالظبط. الأهم بقى من ده كله هو الخروج من حالة الإنكار، إننا نعترف بالمشكلة ونتحمل مسؤولية تغييرها. مش لازم نستنى لحد ما نوصل للقاع أو تحصل كارثة عشان نبدأ نتحرك. يعني منستناش الراك بارم زي ما بيقولوا. تماماً. والنقطة الجوهرية اللي الكتاب بيركز عليها جداً هي إننا نفصل بين الفعل والشعور. نفصل بين الفعل والشعور إزاي يعني؟ يعني نعمل الحاجة الصح، الحاجة المفروض نعملها عشان نحقق أهدافنا، حتى لو في اللحظة دي مش حاسين إننا عايزين نعملها. مشاعرنا دي متقلبة ومش دايماً دليل كويس على إيه الصح لينا أو إيه اللي المفروض نعمله. ودي بتوصلنا لفكرة تانية لافتة قوي في الكتاب، وهي إن المشاعر السلبية أو المواقف اللي بتستفزنا التريجرز دي ممكن تكون دليل لينا. بالظبط، ممكن نستخدمها كمرشد. إزاي؟ يعني مثلاً الكتاب بيقول إن الغضب ممكن يكون بينبهنا إن في حدود لينا محتاجين نحطها أو ندافع عنها. الغيرة ممكن تكشف لنا رغبات حقيقية جوانا ما كناش معترفين بيها. الخوف المستمر ممكن يكون نداء إننا نهتم باحتياجات أعمق زي الأمان مثلا. يعني بدل ما نهرب من المشاعر دي نحاول نفهم رسالتها. تماما. ونقطة تانية مهمة جدا برضو هي التمييز بين حدسنا الداخلي أو الجات فيلينج
وبين الخوف. وإيه الفرق بينهم؟ الحدس غالباً بيكون شعور هادي كده، بيجي في اللحظة الحاضرة وبيدي إحساس بالوضوح أو المعرفة الهادية. أما الخوف فده بيكون صاخب، بيركز على المستقبل وعلى سيناريوهات وحشة وبيخلي الواحد قلقان ومتلخبط. فهم الفرق بينهم ده ممكن يفرق كتير في قراراتنا. أكيد، بيساعدنا ما نبقاش سجناء للقلق وتوقعات المستقبل السيئة دي. وكل ده بيوصلنا في الآخر لأهمية إننا مش بس نفهم الماضي ونفهم نفسنا، لكن الأهم إننا نبدأ نبني مستقبلنا، نبنيه بوعي. بالظبط، مش مجرد رد فعل للماضي. والكتاب بيقترح هنا إننا نتبنى مبادئ شخصية واضحة لينا. أيوة، زي قوانين أو قواعد أساسية ندير بيها حياتنا، فلوسنا، علاقاتنا، وقتنا، بدل ما نعتمد على الحماس اللي بيجي ويروح ده. مبادئ ثابتة يعني. بالظبط كده. يعني خلاصة الكلام ده كله إن الجبل اللي بيواجهنا، اللي هو العائق الأكبر ده، غالباً مش عدو خارجي، ده جزء مننا، جزء بيحاول يكلمنا، بيشاور لنا على حتت محتاجة نمو وتطوير في شخصيتنا. كأنه دليل للنمو. ممكن نقول كده. وفهم الدوافع الخفية دي اللاواعية ورسلوكياتنا هو المفتاح عشان نتحول بقى من تخريب الذات ده لإتقان الذات، لإدارة حياتنا بشكل أفضل. فعلا الكتاب بيفتح باب لرحلة استكشاف داخلية عميقة جدا، وده بيخلينا نختم بنقطة مهمة أو سؤال كده نفكر فيه سوا. ماذا لو كان الإحساس بعدم الارتياح اللي بنقضي وقت طويل قوي بنحاول نهرب منه أو نتجنبه هو في الحقيقة البوصلة اللي بتحاول توجهنا للحياة اللي فعلا شبهنا، الأكثر أصالة وعمق لينا؟